شكرا على هذا السؤال. أولا أود أن أوجه تحية العالية لكل من حضر معنا اليوم في قاعة تياتر اسبانيول على حضورهم، وكما لاحظتم يعني نخبة متميزة جدا تبين بالملموس بأن هناك تعبئة وهناك انخراط في هذا المشروع التغييري الذي تحمله اليوم فيدرالية اليسار الديمقراطي. فهذا من جهة. من ناحية أخرى، ماذا يمكن للفيدرالية أن تقدمه داخل البرلمان الذي نعتبره نحن مؤسسة أساسية؟ ويعني أن تحكم يعني أن تشرع، يعني في الدول الديمقراطية. بالنسبة لنا المؤسسة التشريعية اليوم تعرف شبه فراغ، لا حكومة تنصت إلى الشعب وتشرع بما وعدت وبما ينتظره الشعب، ولا معارضة تعارض فعلا. لهذا نحن نطمح كفيدرالية اليسار أن نعيد لهذه المؤسسة الأساسية دورها في التشريع، دورها في المراقبة، لكن بشكل جديد. يعني نحن حتى ولن نشكل قوة كبيرة داخل هذا البرلمان في هذه الاستحقاقات المقبلة، يعني لا أحد يعرف النتيجة ولكن لنا توقعات. فإذا حصلنا على فريق برلماني وهذا هدف، بإمكاننا يعني أن نعيد تأسيس قوة المعارضة داخل هذا البرلمان باقتراح يعني قوانين من شأنها أن تحد من الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعرفها البلاد والتي نعتبرها أولوية الأولويات، وكذلك بالتصدي لبعض القوانين التي يعني تم ترسيمها والتي تضرب المكتسبات. ونأمل في ذلك على ليس فقط انفتاح على النخب وكذا، ولكن كذلك على الضغط من الشارع. وأنتم تعرفون بأننا اخترنا خط النضال الديمقراطي، يعني أننا متواجدون إلى جانب القضايا العادلة، ويعني ستكون هذه الضغوطات من الشارع يعني بمثابة محرك للمشاريع القوانين التي سنقدم بها، والتي بطبيعة الحال سنحاول أن نلف حولها عدد من الناس، لأنه البرلمان اليوم يعني هو ضعيف جدا وهناك إمكانية الفعل من داخله، ولا يعني هناك أمثلة عديدة. فنحن كان لدينا في الثمانينات برلماني واحد هو رفيق بن سعيد أيتي الدر، وكان صوته يعني يصدح بالحق، وكان طرح قضية معتقل تزممرت بشجاعة وجرأة. وكان لنا كذلك في تجربة 2007 أربعة برلمانيين كانوا يعني كان تم ترتيبهم في الرتبة الثالثة من ناحية قوة العمل، يعني أنهم 4 قاموا بعمل لم تقم به المجموعات البرلمانية الأكبر. لهذا فبالنسبة لنا هذه مؤسسة يجب أن نحمل داخلها صوت كل الاحتجاجات المشروعة، ونحن نتعهد بطبيعة الحال بالتواصل المستمر مع الناس، مع العمال، مع النقابات، مع يعني كل الجهات التي من شأنها أن تأتمننا على مطالبها، وأن نقوم بعملنا في تقديم مشاريع القوانين وفي مراقبة عمل الحكومة وفي مساعدتها. أستاذة نبيلة المنيب، ركزت في الخطاب اليوم في السينما على قضية ديال الإصلاح ديال المناهج ديال التعليم. إلى أي حد كتعتبروا أن هذه المناهج أصبحت فاشلة، أن كتخرج سواء في المدرسة العمومية أو في الجامعة المغربية كتخرج أشباه المتعلمين في إطار الدخول ديالكم للعمل التشريعي؟ كيفاش كتصوروا هاد القاطرة ديال التعليم باش أنها تحاول تغير المنظومة التعليمية بصفة عامة؟ كيفاش ستكون باش تلائم المجتمع الجديد في المغرب؟ وفي البداية فنحن نعتبر في مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي بأن التعليم وإصلاحه بكل أسلاكه أولوية الأولويات، وضرورة أصبحت ملحة، لأن المغرب يعني منذ 6 عقود لم ينجح لا في الكم ولا في الكيف، بل نرى بأن مستوى المتعلمين في بلادنا يعني ينخفض سنة عن سنة، وهذا راجع لأسباب كثيرة. تكلمنا في مواضع كثيرة عن يعني هذا ضعف التعليم
وضعف الرسالة التي تحملها مناهج التعليم في كل الأسلاك. وتكلمنا كذلك عن عدم إيلاء الأهمية القصوى للتعليم الأولي والتعليم الابتدائي، لأنه هو الأساس، ومن شأن هذا التعليم أن يكون يعني عصريا، وأن يساهم في بناء المواطن، وأن يسلحه بسلاح العلم والمعرفة، ولكن ليس على الطريقة يعني المعهودة، يعني سياسة الحفظ عن ظهر قلب، ولكن أن يترك المجال للفكر النقدي وللثقافة العامة ولتقوية شخصية المغربي والمغربية، وهذا أساسي. وأن نعمل على إنجاح الكم في هذا المستوى لأنه أساسي، وأن نعمل على تجويد تكوين هيئة التدريس، وأن نعمل بالخصوص على إعادة النظر بطريقة شاملة وشمولية في المناهج المدرسية التي تعتبر متخلفة جدا وضعيفة جدا، وليس بإمكانها أن تعطينا ذلك المواطن، لأنه عندما ننظر إليها نفهم جيدا الجهل المؤسس والضعف المبين داخل نظامنا التربوي، لأنه عندما يعني نحلل هذه المناهج يظهر لنا جليا بأن هناك رغبة في تدجين هذا المواطن، في أن نخلق لديه الوهم بأنه يتعلم، لكن في الحقيقة هو ليس يتعلم، ولا نأخذ بيده نحو النجاح، بل نأخذ بيده نحو الرسوب ونحو الهدر المدرسي. كذلك يجب الاهتمام بكل أسلاك التعليم، وأن نحاول أن ننجح في الكم على مستوى يعني وصول أعداد كبيرة من شبابنا إلى شهادة البكالوريا، ولما لا ولوج التعليم العالي والمعاهد العليا، مع بطبيعة الحال إعطاء أهمية للتكوين الممهنة، ولكن بالشكل الجيد وبتوفير الرواتب المهمة القادرة على جلب هؤلاء الشباب. كما نلح على أنه التعليم في بلدنا كي يتطور هو بحاجة إلى تشجيع البحوث في مجال التكوين والتربية، وهناك يعني باحثون أجلاء مغاربة يكتبون كتب قيمة ولكن لا تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أن الدولة بعدما حررت الكتاب المدرسي دخلت له فيروسات التخلف والتطرف. السؤال الأخير أستاذة، الفترة ديال اليسار الديمقراطي معروفة بالمطالبة ديالها بالملكية البرلمانية. باختصار، ألا ترون أن هذه المطالبة يمكن أن تشكل خطر على الدولة المغربية في حالة سيطرة التيار الديني عن المقاليد ديال الدولة، وبالتالي غنصبحوا في إطار نظام فاشي وليس نظام ديمقراطي؟ أولا هذا تخوف يعني موجود، ولكن الديمقراطية هي الإيمان باللعبة السياسية النزيهة التي نربط فيها يعني السياسة بالأخلاق. إذا أردنا أن نطبق الديمقراطية في البلاد فليست هي فقط يعني فصل السلط وانتخابات حرة ونزيهة، ولكن أن نخلق شروط وأن نضمن شروط هذه النزاهة بتكوين ذلك المواطن القادر على أن يكون له رأي مستقل وحر ومتنور كي يختار ما يريد، وأيضا أن نخرج من التعددية السورية الحزبية، لأن هناك العديد من الأحزاب الإدارية التي يجب أن تراجع اليوم نفسها أو أن تحل نفسها. وكذلك الديمقراطية هي ديمقراطية على مستوى المؤسسات، ولكنها ديمقراطية على مستوى المجتمع، والديمقراطية على مستوى المجتمع هي أن تصل كل الخدمات إلى جميع الناس، يعني الاعتماد على مركزات العلم والمعرفة. أظن أن الناس يعني سيتناقص عدد الناس الذين هم اليوم يعطون ثقتهم في من لا يستحق هذه الثقة، والذي يعمل على أدلجة الدين لأغراض لا دينية، والذي تحت ذريعة الدين يريد أن يصل إلى السلطة السياسية لكي يستبد بها. إذن الديمقراطية لا يمكن أن نقول يجب تأجيلها حتى يعني أن نعد كل شيء. الديمقراطية هي بذاتها تصنع يعني ذلك الثقافة الديمقراطية التي لا تعني
ديكتاتورية الأغلبية ولكن حق الأقلية. الديمقراطية هي قبل أن تكون لعبة سياسية يعني بأرقام، هي فلسفة، هي ديمقراطية، وكل ذلك يتطلب جهد جهيد من قبل الجميع. وأظن أن اليوم اهتمام عدد من المثقفين ومن الناس الذين يشتغلون في مجال الآداب والفنون والعلم وغيرها، ونحن نعرف بأن في المغرب 70% من المغاربة لا يثقون في هذه اللعبة ولا يشاركون. فنحن كلنا أمل، لأن عندما حصلنا على الاستقلال كان المغرب يتوفر على أحسن نخبة مسيسة ومثقفة ولم نتقدم لأن كان هناك تسلط وقمع. اليوم لا بد لنا أن نجتهد كي نحقق هذا الحلم، لأن لدينا نخب مهمة مثقفة مسيسة وهمها أن يتقدم الوطن. فنحن لا نخاف من تجار الدين ولا نخاف من أي مخرب كان، لأن التغيير قادم، لأن هذا التغيير أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار الوطن ولاستكمال وحدتنا الترابية ولتأمين الأمن داخل أوطاننا وخلق العدالة الاجتماعية. فأظن أن النظام المغربي اليوم له مصلحة في أن يتقدم نحو ملكية برلمانية. شكرا أستاذ عوار، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا. شكرا.